كي يبدا ما عنديش وقت وحاجتي بفطور في ساعة ما يحضروا لازم يكون بنين، نحضر رز ازعر بالدجاج. والمره هذه باش نعطيكم طريقتي. اول حاجه في كسرونه نحطوا شويه زيت زيتونه وبرشا بصل، نزيدوا الدجاج ونفوحوا بالملح، فلفل اكحل، فلفل مهروش، كركم، كليل وزعتر، شويه فاحه دجاج وسماق، حاجه اختياريه. نخليو الدجاج يتقلى بالباهي في البصل حتى لين يخرجك الريحه البنينه، من بعد نمرقوها شويه ونخليوه يطيب. تو باش نهزوا الدجاج والبصل نتاعنا باش ندخلوهم شويه للفور، والمرق اللي فضل خليوه على جنب. في الطبق نتاعنا باش نحطوا طبقه كامله بصل، ومن الفوق نحطوا الدجاج وندخلوه للفور على 200 درجه حتى لين يحمر. وتو نتعداو نطيب الرز. في كسرونه نتاعنا حطينا زبده وزيت زيتونه والرز نقليوه شويه، ومن بعد باش نمرقوه بالمعادله الشهيره على كاس رز 2 كيسان ماء. والسر البنه الكل في المرق اللي طاف فيه الدجاج بالطبيعه صفيه بالباهي من البصل، وباش نزيدو نفوحو باليانسون النجمي، ملح، فلفل اكحل، ونخليو الرز نتاعنا يطيب على جنب. الدجاج نتاعنا طاب وشوفوا لي ما شاء الله على كل لون مزيان، الرز كيف طاب وجيت كعبه. وتوا ما قعدنا كان باش نقدموه. ريتولي كل بصلي على جنب راهو فيه سيفة بنه غير عاديه وحاجه اختياريه، زينو بشويه لوز ومعدنوس، وراهو فيه سيفة بنه غير عاديه. ايا جربوه واعطوني رايكم واعملوا فولو خاطر استنى فيكم برشا بنه.